السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي لمسة لونا تي في. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم حاجه خفيفه وبزاف بنينه. درت لكم رولي تاع الدجاج، محشي الداخل بالفرomاج مع طاجين تاع الجلبانه، يجي بزاف بنين. لازم تجربوه تخليوا لي رايكم. أه... واش كنت حنقول لكم؟ المهم نروح مع بعض على طريقة التحضير. هنا هزيت 2 طراف تاع الدجاج يعني في خض وقسمته على النص، قليته مليح في شوية تاع المارغرين، ومن بعد زدت عليه حبة متوسطة تاع بصلة رابيتها، أه حبة نص حبة متوسطة تاع بصلة. هكذا غطيتهم وخليتهم يتقلاو مليح حتى هذيك البصلة نتاعنا تذبل كيما راكم تشوفوا هكذا. من بعد زيدوا عليها 2 حبات تاع زرودية. الزرودية تاعكم الزرودية في الجلبانة راح تعطيكم واحد القو مش نورمال، تعطيكم تطلق لكم هذيك الحلاوة، تجيكم بنينة. 2 حبات قطعوهم هكذا يكونوا شوية رايحين كيما نقولوا بالعرض هكذا. خليوها تتقلى شوية ومن بعد زيدوا الجلبانة نتوما تتحكموا فيها، كيما انا درت كاس، مي نتوما اخدموا على حسب عدد افراد العائلة تاعكم، فهمتوني؟ وخليوها هكذا على نار هاديه، نقصوا لها الاخر وخليوها قليوها مليحه، قليوها مليح باش تعطي لكم هذيك البنه البنينه. زيدوا لها شويه تاع فلفل كحل، شويه على راس المغرف برك تاع الكركم، وشويه ثوم بودره والملح هكذا الملح، وحطوها خليوها تتجمر في عقلها، وزدت لها شويه كزبر مرحي. اللي ما عندهاش الكزبر مرحي تقطع دبشه هي الحشيش، قطعوها رقيقه وخلطوها معها وخليوها تتقلى، خليوها تدي حقها في التقليه فهمتوني البنات؟ هكذا بعد ما تتقلى ديروا عليها ورقه تاع الرند ومرقوها وخليوها حتى نطيب هذيك الجلبانه، تشوفوا هذيك الجلبانه طابت، فهمتوني؟ هكذا زدت لها شويه نتاع الجلبانه عفوا، زدت لها شويه نتاع الدبشه وخليتها تتقلى. ونروحو نخدمو البولي نتاعنا. هنا كيما درت انا الجلبانه تقدروا ديروا الزيتون، تقدروا ديروا الحمص، تقدروا ديروا شامبينيون، تقدروا ديروا لكم حريه الاختيار. انا بغيت ندير بالجلبانه. هنا هزيت نص صدر تاع الدجاجه تاعي شويه كبيره، هزيت صدر نص صدر رحيتو، درت له شويه تاع الملح، شويه فلفل كحل، شويه ثوم بودره، شويه كزبر بودره، وشويه تاع الكركم على راس المغرفه برك. الكركم يا البنات راهو بزاف مليح، فيه فوائد لا تعد ولا تحصى. درت عليه شويه تاع دبشه، وقسم غرفه كبيره تاع لا شابلير، ونص حبه زروديه رابيتها كيما راكم تشوفوا. جربوا الزروديه في الرولي وقولوا لي. درت مغرفه صغيره تاع المارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، مع بياض تاع بيضة. نعاود لكم نص صدر تاع الدجاج، مغرفة كبيرة تاع لا شابلير، نص حبة زرودية رابيتها في الرقيق، شوية تاع دبشة الحوال، درت شوية كركم مع شوية ملح مع شوية ثوم بودرة. نورمالمون هذا مكان. شوفوا لهنا نجيو نخدموه. مسحوا البوطاجي تاعكم ولا الطابله ولا بكتانه تكون مشمخه باش هذاك البابي كويسون يقعد لكم ما يتحرك لكمش هكذا. مسحوا عقبو كتانه مشمخه، ومن بعد فرشوا بابي فيلم عفوا، فرشوا بابي فيلم تاعكم. انا الكونتيتي هذه درت بها 2 متوسطين باسكو ما عنديش كسكاسه كبيره، خدمت في كسكاسه شويه صغيره سما ما يدخلش. لو كان ندير واحد كبير، نتوما اللي عندكم كسكاسه كبيره اخدموا واحد برك يكون كبير، فهمتوني؟ انا الكسكاسه نتاعي جايه شويه صغيره. أه هذه هي. حلوه وديروا في يدكم شويه تاع الزيت وحلوه هكذا باش يتحل لكم، باش ما يلصق لكمش في يدكم. ديروا الفرماج اي نوعيه عندكم، انا خدمت بهذاك الوليد هكذا، حطيت شويه برك ونبداو نروليو فيه هكذا كيما راهو موضح. نهزو البابي فيلم تاعنا ندوروه كامل، ومن بعد هكذا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نزيروه. شوف هكذا نعاودو ندورو ومن بعد نزيرو هكذا كيما راكم تشوفوا، نزيروهم مليح هكذا، ونربطوا هذوك الحواشي منا ومنا، ربطوه هكذا وربطوا الحواشي وحطوهم يفوروا هكذا كيما راهم، حطوهم يفوروا. هنايا نخدم معكم الثاني كيف نحلو. ديروا في يدكم قلت لكم شويه تاع الزيت، هذا مكان ها شويه تاع الزيت ولا شويه تاع الماء، حلوها حلوها رقيقه،
ديروا الفرماج تاعكم وروليوه، حطوهم يفوروا من نص ساعة حتى ل45 دقيقة هكذا. هكذا هاو كلش موضح في الصورة كيما راكم تشوفوا. هكذا نزيروهم مليح ونربطوهم هكذا. هكذا حطوهم يفوروا قلت لكم من نص ساعة حتى ل45 دقيقة. هنايا بعد ما فارولي خلاص وطابوا خليتهم بردوا، خليهم حتى يبردوا وباش تمسوهم، فهمتوني؟ باش ما يتفتولكم ما يفزدولكم ما والو، يبردولكم مليح. ومن بعد هزوا مقلة ديروا فيها شوية تاع الزبدة هكذا. انا لقيت غير هذه المقلة، هزيتها درت فيها شوية تاع الزبدة كيما راكم تشوفوا. ومن بعد حمروهم في الليكوتي كامل هكذا. قلت لكم تقدروا ديروها مع الزيتون مع لي شامبينيون، تقدروا ديروهم هكذا رولي مع بطاطا مقليه وديروا لهم صوص بلانش تقدروا هكذا. انا فرغت هذيك الجلبان نتاعي كامل في النص وزروديه شبعت بها في الحواشي، قليت شويه تاع البطاطا درتهم ديك كوتي منه ومنه. وهذاك الدجاج نتاعي حمرته ثاني في هذيك المقله اللي حمرت فيها الرولي تاعي، قطعته وقدمته بهذه الطريقه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.